معايا حد عزيز على قلبي وعزيز على قلب كل الزملكاويه. النهارده كابتني طبعا كابتن احمد ابو رؤوف، منورنا ومشرفنا كابتن. بص، الفترة دي كان شيكابالا بياخد او بناخد فلوس من كابتن نبيل نصير، كنا صغيرين وبأوقات ما فيش مرتب بتاع فناخد فلوس. يعني حد قال لك شيكابالا قال لي بيع الساعة. رحت في المحطة بقول للراجل الساعة دي ايه؟ فقال لي بجنيه. يا جدع انت بجنيه ازاي؟ انت هتهزر؟ طب اديني رقم تليفونك، هاخد منك الجنيه وخد الساعة معاك وابقى اخدها منك بس. اداني رقم تليفون مضروب، فساعتها ما كنتش بعرف، ما بلعبش بجزمة كورة. متعلق بامل وبتقول يا رب نفسي ابقى مكان اللي عنده 11 سنه جوه الفرقه. ايوه طبعا، في النهايه كنا احنا 2 بس اللي نجحنا، وفي الاخر انا اللي كملت بس من 12,000 ويمكن واحد اكتر. 3 تمانيات اوصل لمحطه مصر، لو مش موجود الاتوبيس 3 تمانيات ما اعرفش اوصل للنادي. يعني ماتش الاهلي اللي احنا خسرنا 5-1 ده، احنا عرفنا قبلها بيومين 48 ساعه. احنا السنه اللي فاتت حطوا الماتش ده للاهلي كده، يعني رجع حطوا له الماتش. طب يلا هتلعب بكره بلديه. عنده مثلا 5-6 ماتشات. مين في اكتر فرقه ملوشه البلديه؟ حط البلديه. الزمالك كان اقوى فريق في الكونفدراليه، ما كانش فيه اقوى من الزمالك في الكونفدراليه. والزمالك لو فضل في الكونفدراليه طول الوقت، هياخدها. انا عارف ان هو لما يلف اللعب هيبقى مفتوح، فقطعت في ظهر الديفنس فاتحطت لو جت على يميني جون. ما اعرفش العب شمالي خالص، وانا لعيب كان متخيل ان انا زعلان منه يعني لما مشيت. اهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات من كاست. معايا حد عزيز على قلبي وعزيز على قلب كل الزملكاويه. فتره من الفترات يعني بعض الزملكاويه كده اتضايقوا من كام كره ضيعهم، ولكن ده ما يعكسش او ما يقولش انه حد بيحب نادي الزمالك. لا، هو حد بيحب نادي الزمالك وبيموت في نادي الزمالك، ويمكن هنعرف شويه كواليس. بيتفرج على ماتش الزمالك لوحده مهما كان ومهما كانت اهميه البطوله. معايا النهارده كابتني طبعا كابتن احمد ابو رؤوف، منورنا ومشرفنا كابتن. انا اللي بتشرف بوجودي معاك يا مينا، وسعيد ان انا موجود معاك، وبتمنى لك توفيق في اي خطوه بتعملها. لسه فورمه كده وفت ايه رايك العب؟ ايه الحلاوه دي؟ 14 سنه زمالك، ها؟ الحمد لله. طب 14 سنه زمالك كوره. من قبلهم احنا متفقين، احنا هنا نكون صراحه يعني. طبعا من قبلهم فعلا زملكاوي وزي ما بيقولوا يعني من دي 1. طبعا، يعني انا بحب الزمالك من وانا صغير، واتولدت او اتربيت في اسره. يعني اخويا الكبير الدكتور سيد هو دايما بيقول انت بتقولش ان انا ان انا دكتور وكده. فزملكاوي. ومحمد لا، بيقول لي انت دايما بتطلع في لقاءات ما بتقولش ان انا دكتور يعني. ان هو دكتور. بس العيله كلها دكاتره. يعني محمد دكتور قلب، وسيد دكتور اطفال، والبنات وعبد الرؤوف يعني. ف وخالي هو اللي خلاني، خالي ابو طالب هو اللي خلاني يعني ابقى زملكاوي وابقى قاعد معاهم متحمس لماتشات الزمالك، وبلعب بقى في الشارع وكده، وعارف ان انا بلعب كوره كويس، فقال لي هتروح اختبارات الزمالك. عارف منين يعني؟ هو شافك حد بسمع. قال له ما انا كنت في البلد قريه، البلد قريه. فكنت في المدرسه وفي الشارع بلعب كوره كويس، فقال لي هتروح الاختبارات بتاعه بس الموضوع ما حصلش فيه جديه الا لما بابايا توفى. يعني بعد وفاه بابايا، لان بابايا كان مسافر بره في السعوديه يعني، وراجل بسيط يعني بيربي ولاده وكده يعني، زي اي اسره يعني. فما خدتش الخطوه وسافرت القاهره الا بعد القصه بتاعه وفاه والدي يعني. فساعتها ما كنتش بعرف، ما بلعبش بجزمه كوره، فجاب لي جزمه كوره عمك خالك سوري خالي ابو طالب. جاب لي جزمه الكوره ولبست جزمه الكوره بقى، بدات اتعود عليها، ورحت الاختبارات مع كابتن سعيد جوداي الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. الراجل ده ليا فضل عليا كبير جدا جدا جدا، لان احنا السنه دي كان مناسبه النحس اللي كنا بنتكلم عليه. السنه دي سنه اتلغى فيها البطوله، ومن حظي كويس ان العب في النادي ان السنه اتلغت فيها البطوله، لان الاختبارات بدات متاخر. فكابتن سعيد فضلنا نختبر في نادي الزمالك 8 شهور او 9 شهور. 8 شهور اختبارات. يعني انا عارف دلوقتي الاختبارات يوم لو عديت نجح 2 بس. يعني مفيش 8 شهور. وعشان تشوف اللعيبه بتاعت النادي كنت بتبقى قاعد ورا الحديد. عشان كده دايما بتكلم على فكره ان اللعب في الاهلي والزمالك والانديه الكبيره موضوع مش سهل يعني. عشان تشوف اللعيبه وهي داخله ولابسه الترنج ولابسه لبس النادي وكده، ده موضوع كان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا. كان ساعتها بقى لسه اول مره اشوف شيكابالا بقى، واشوف لعيبه اللي هي اللي موجوده. وكان ساعتها احمد محسن. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 11 سنه او 10 سنين وشويه يعني. شيكابالا اكبر منك؟ شيكابالا قدي
بس عشان نشوف شيكابالا وهو داخل الملعب. كان لسه انا لسه في الاختبارات وهو في الفرقه الاساسيه. يعني انت لو عديت الاختبارات هتبقوا انتوا الاثنين في نفس الفرقه. ما احنا ما كناش بننزل معاهم، لا احنا الاختبارات دول برافو بيقعدوا. عليك. يعني للدرجه دي انت رايح اختبارات متعلق بامل وبتقول يا رب نفسي ابقى مكان اللي عنده 11 سنه جوه الفرقه. ايوه طبعا إحنا طبعا. دلوقتي انت ناشئين وبعدين في ممكن الناشئين أي بقول لك حد 8 يلعب في شهور أي حتة 8 شهور وعادي. انت بتشوفهم بس. ما تتمرنش معاهم ولا تلعب قدامهم، اتفرج عليهم بعيد. تتفرج عليهم بس. لكن انت في الاختبارات تختبر وتروح مثلا. انا كنت بركب القطر بتاع 6 ل 3 الصبح ده او 5 وربع الفجر ده. من الشرقيه للقاهره، القاهره على طول الشرقية. ده. وحكيت على قصه الثلاث تمانيات دي لان ما كنتش اعرف حاجه تانية. قصه 3 8. الاتوبيس اه في كل حاجه دايما بقول 3 8. اوصل محطه مصر لو مش موجود الاتوبيس 3 تمانيات ما اعرفش اوصل للنادي. لحد لما اصحابي بقى بدأ يقولوا لي يا عم ده في مواصله ثانيه طبعا. وانا ما بجازفش لو ساعتين قاعد استنى الاتوبيس مش موضوع فلوس ولا حاجه، ما اعرفش حاجه تانية. فانا عايز اوصل النادي، عايز اوصل التمرين. ودايما كان عندي هوايه كبيره جدا ان انا اوصل بدري لما كان التمرين بقى متاخر عشان اتفرج على كل الفرق. اللي هو كان ساعتها ميدو كان موجود في فرقه 83 والفرق اللي هي ميدو ده كان رهيب وهو صغير. وكل الفرق اقعد اتفرج على كل الفرق لحد لما يجي التمرين بتاعنا اخلص اللي هو الاختبارات. تمرين كنتوا كام واحد؟ لا الاختبارات كانت مراحل. يعني انت مثلا آلافات كل كل اخر اسبوع بتصفي. وكانت الاختبارات زمان مش زي مثلا تقسيمات بس، كنا بنقعد ننطق الكوره ونقعد نجري بالكوره ونقعد نجري من غير الكوره وحاجات كتيره جدا بتقعد تشتغل فيها كده. فكان الناس اللي بتطلع لعيبه كوره. ايوه طبعا. قطاع الناشئين طول الوقت لو في مدربين بيتعلموا كويس هيطلعوا لك لعيبه كويسه صدقني. ومصر طول الوقت على فكره ان في يعني الا في قصه اللعيبه وان الكوره في مصر والله لو في تطوير على مستوى المدربين في مصر. يعني انا بستغرب جدا الناس كتيره بتطلع تتكلم على فكره ان فلان لازم يتعلم. هو ايه اللي انت بتوفره عشان خاطر الناس دي تتعلم كويس؟ يعني انت بتتكلم على لايسنس مثلا في اوروبا، لا كل الناس متاح لها. اي لعيب كوره لعب فترات معينه يقدر يشتغل ان هو يروح يدرس ويشتغل بره. هل ده متاح؟ هل احنا بنقدر نوفر ده؟ هل احنا بنقدر نوفر ماده علميه ان المدرب يقدر يشتغل بشكل كويس؟ لا، الا اللي بيدور. بس لو قدرت تعلم مدربين كويسين وتعلمهم بشكل كويس هيطلعوا لك اجيال كتير جدا من لعيبه الكوره. احنا زمان كان المدربين بيقدروا يتعاملوا معانا نفسيا. الموهبه كانت موجوده في ناس كتيره جدا وكل حاجه، لكن الموهبه في مصر هتفضل طول الوقت موجوده صدقني. يعني دخلت الاختبارات 8 شهور كل اسبوع بتصفوا. يعني لو انتوا 1000 بعد اسبوع بتبقوا 900. احنا بعد اسبوع زمان 800. وممكن يعني تسال في القصه دي. الاختبارات في الزمالك كانت توصل مثلا ل 10000 12000 بني ادم بيختبر. 12000 ارقام كده ارقام رهيبه. كام في الاخر؟ انت مثلا بتقعد تتوزع داخل على فرقه اوريدي موجود منها سكواد. يعني داخل على فرقه في الاخر ممكن تدخل الفرقه 20 لعيب. تدخل فرقه وفي يبقى في لعيب احسن منك وتمشي. انا بقول لك الكم اللي احنا قعدنا نختبر فيه ده 8 شهور ده في النهايه كنا احنا 2 بس اللي نجحنا وفي الاخر انا اللي كملت بس من 12000 ويمكن اكتر. خد بالك انا على مستوى الصغير انا لعبت كل المنتخبات وما كنتش بلعب نص ملعب. بس كابتن اعذرني مش انا لو مكانك مش بلعب نص ملعب. خد بالك مش ديفندر. بس انا لو مكانك داخل اختبارات من 12000 لاعب بني ادم من محافظه مختلفه من كلتشر مختلفه ورايح وفي الاخر ياخدوا 2 وبعد الاثنين دول ما انا ما اعرفش ان هم ياخدوا 2. هو كل شويه 99% هي 99.9% يعني. انا عايز اقول لك الاكتر من كده. انا في نادي الزمالك ما كنتش بلعب 86 بس، انا كنت بلعب كل الفرق بتاعه النادي 82 و83 و86 و85 كل الفرق. ده بعد ما اتقبلت في الاختبارات. لما بقيت في النادي وبلعب وكنت بلعب منتخب 86 و85 بس كنت بلعب ليبرو وسيرد باك مش بلعب ديفندر. انا مش ديفندر لما طلعت في الزمالك. يعني طول الوقت كنت بلعب مدافع. انت بتحب؟ ايوه ما انا ما هو في قصه كبيره جدا في قصه ان انا اصلي عبد الرؤوف ما بيهاجمش. ما انا ما كنتش بهاجم حضرتك. انا اصلا اللي كان بيربيني وكان بيعودني كان بيلعبني سيرد باك مان تو مان. بشتغل مان تو مان وليبرو. فجاه لقيت نفسك ديفندر بلعب ديفندر. فانت مايل للتلت اللي ورا. يعني انا واقف في نص الملعب بس لا والتلت اللي ورا ايه؟ في 4 ما بيدافعوش اصلا ما بيرجعوش يدافعوا. يعني زمان والله الماتشات موجوده الناس ترجع تتفرج. يعني احنا كان بالنسبه لنا كان في ناس كده بتطلع في الاستوديوهات والتحليل فاكرهم يعني كان يطلع يقول لك ايه اصلي في نص الملعب بتاع الزمالك فاضي دلوقتي. الفرود لو ما دافعش الفرود يقول لك ما بيدافعش. في لعيبه فرود لو ما دافعش ده ايامك السرد باك ما كانش فيه والله العظيم لا الباكين ولا الثلاثه اللي فوق بيدافعوا. والله ما بيرجعوش. مش بيدافعوش ما بيرجعوش. انا فاكر ماتش النهائي بتاع الانبي اللي احنا كسبنا النهائي في عمرو زكي. هو ده البطوله الوحيده اللي الزمالك خدها في الفتره بتاعه 2006 دي. نص الفرقه ما دافعش ويجيب محمد ابراهيم يحطه مكان اسامه حسن
ويحطوا اسامه حسن مكان محمد عبد الله، كان مستر كرول، والدنيا مفيش حد بيدافع ولا حد بيتكلم، ويطلع بقى العباقره في التلفزيونات، واصل الفرقه ما بتدافعش. ماشي. فانا اصلا كاريري اللي انا بداته في نادي الزمالك انا مدافع، ليبرو وسيرد باك. يوم ما عرفت ان انت اتقبلت من الاختبارات بعد 8 شهور، يمكن عارف انت الاحساس بالملل، انا 8 شهور مش عارف انا لا انا مجرد ما اتمرنت مع الفرقه، مش موضوع ان انا اتقبلت. انا يعني اول ما يعني بعد دخلت 8 شهور قال لك خلاص تعالى اتمرن؟ مش غرور ولا ثقه ولا كده، انا اصلا يعني انا رايح النادي هلعب في النادي، مش رايح بقى يعني جو القلق والخالص. هو انا رايح طول الوقت ما اجي اشوف يعني انا اسف يعني في الكلمه، العيال دي بتيجي بتتمرن، انا عايز اتمرن مع العيال دي. يعني عايز اتمرن مع الفرقه دي. الوضع والايمج بتاع ان انت موجود في نادي الزمالك ده موضوع طول الوقت، انا من ساعه ما دخلت ما ركبت القطر انا عايشه، مفيش حاجه تانية شايفها، مش اوبشن. الحاجه التانية بقى كابتن سعيد ما جاش في يوم في الاختبارات، فكابتن محمد توفيق ربنا يمسيه بالخير ما خدنيش. خدكش ازاي؟ ما خدنيش، ما اختارنيش. يعني قال لي انتوا منين يا جماعه؟ من المحافظات، روحوا. يعني على بناء على ايه؟ هو انتوا لسه هتيجوا بقى مواصلات وبتاع وكده، روحوا احسن. ده بجد والله مش بهزر، مش تقليل من كابتن محمد، هو دماغي كابتن محمد كده. ده مش يعني مش عايز اقول لك مش فير، ده مش لوجيك يعني، مش ايوه بس يعني هو انتوا هتيجوا مواصلات ليه؟ روحوا. مش من القاهره اصلا روحوا. يعني. كابتن عمرو عبد المجيد ربنا يديله الصحه يا رب، وهو بعد كده بقى مدرب يعني، ومن المدربين المحترمين جدا يعني، ومن استفدت منهم على مستوى الكوره والله. وهو بيمرن فئه معينه من يعني بيمرن البراعم، موضوع الدريبلينج وموضوع الاحتفاظ بالكوره وفكره الكوره عامه، هو متميز فيها في السن ده جدا يعني. فجي ورايا قال لي يا ابني هو انت مش، انا بشوفك طول الوقت في الاختبارات وبشوفك انت شغال كويس. قلت له ما هو منهار بقى يعني، بعيط يعني. فقال لي طيب انا همضي لك على الاستماره، ولما كابتن سعيد يجي تعالى خلاص. قلت له خلاص ماشي. قال لي كانك ما جيتش النهارده. ماشي. وده اللي حصل فعلا. وجيت تاني وكابتن سعيد ولا حد يعرف اي حاجه ولا حاجه، بس كابتن سعيد قلت له الموضوع، اتضايق جدا وتعصب جدا وزعل جدا كان مؤمن بيك، شايف انك يعني هو يعني كان راجل بروميسنج ولاعيب كوره هتبقى حاجه كبيره. كان مؤمن بشيكابالا جدا. الجيل بتاع 86 ده جيل لما طلع لعب مع ال 85، احنا خدنا البطوله خدنا البطوله سنتين في بطوله القطاعات يعني، او مع الاكبر منكم بطوله الجمهوريه. لا هم ضموا الجيل بتاع 86 85، كان عنده جيل جامد يعني، والجيل بتاع 86 كله لعب في 85 كله يعني. مش شرقيه للقاهره، قاهره شرقيه، كليه اعلام عكس اخواتك. الحركه دي واتخرجت من كليه اعلام، ازاي عرفت تبالانس؟ يمكن دلوقتي احنا في عصر السوشيال ميديا والمحاضرات الاونلاين والليكتشرز اونلاين، فالموضوع سهل. انت ساعتها حضور واروح الجامعه وارجع اروح. لا انا كنت قاعد في سكن اللعيبه. وسكن اللعيبه ده سكن اللعيبه شباب معاك. كان هاني العجيزي موجود، كان شيكابالا موجود في انت شيكا، انت كنت كده انت يعني على طول يعني التوينز زي ما بيقولوا. انا يعني خد بالك احنا دلوقتي التواصل مع شيكابالا على فترات، لكن هو يعني هو كل فتره بصراحه بيحافظ على ده وانا بحافظ على ده يعني. كان انا اوقات ببقى بتكسف اسال على الناس عامه بشكل عام يعني، لكن ببقى عايز اسال، ولما تقابلني تلاقيني ما يعني انا بتكسف اقعد فترات مثلا واجي اتصل بيك او كده ما يبقاش في تواصل، لكن في اي وقت هيبقى في تواصل تلاقيني كاني مثلا اول امبارح موجود معه وبعذر الناس يعني. فكنت انا في سكن اللعيبه واحنا بنذاكر وكده، ضارب بقى كان في الشتاء مثلا او حاجه، احط بقى البطانيه على ظهري واقعد بقى اذاكر، تلاقي بقى لعيب مثلا معدي عمال يتريق، يا عم خش نام ولا ادخل نام انت اللي معادك الشبشب. كنت قاعد لهم بقى بالشباشب كده. لما اجي بقى مثلا يعني خد بالك سكن اللعيبه ده في النادي، فاحنا جايبين المحافظات، فالناس كلها بقى عند المدرج، تحت المدرج. انت انك تعيش في النادي وتحافظ على نفسك ده موضوع صعب جدا بقى، اللي هو القصه بقى ان انت بقى بتصاحب ويبقى ليك. انا كنت راجل ما اعرفش حاجه في حياتي غير التمرين والملعب، واللي كمان مختلفه. لا اللي عايش معايا يعني انا كابتن طارق مصطفى اوقات كتير جدا، كابتن امير عبد العزيز كان مثلا كان موجود في النادي ساعتها مثلا، هو انت يا ابني طول الوقت بتجري بس خد بالك ده بعد كده مش صح يعني، مش صح كميه التمرين اللي كنت بتمرنها، كنت بتمرن كتير جدا وده غلط مش صح. ولكن انا اقصد ان انا كان عندي حافز في حاجتين، الدراسه والكوره، فكنت عايش لهم. اللي معشل كده رجع بلده، ولما كنت بقى عايز انيمهم كنت بكسر اللمبات بتاعه ايوه يعني كنت بكسر اللمبات بتاعه السكن يعني، ما حدش كان بيقعد مثلا كنت بكسرها، كانت اللمبه الوحيده اللي بذاكر عليها. احطها علقها واللي ما ينامش تتكسر.
بالعافيه، كنت بنام الناس بالعافيه. والله مش بهزر بتكلم. مين كنت نايم بالعافيه؟ كله. مين كان اكتر واحد كله كمان مكرهك في عيشتك؟ كان مثلا يحصل خناقات مع شيكابالا وبتاع مش عارف ايه الناس اللي، لكن كله شيكابالا ما بيحبش النوم اصلا، مش سهيه، ما بيحبش النوم. في فرق بين واحد بيسهر وواحد ما بيحبش النوم. هو ما بيحبش النوم خالص، يفضل قاعد يفرك كده، يفضل قاعد كده مثلا، قاعد يتكلم يهزر يضحك. وساعتها ولا كان في موبايل ولا سوشيال ميديا؟ لا في موبايل كلها بس مش بس مش زي دلوقتي ان انا لا تقعد طبعا، هو عايز يقعد فيسبوك، تيك توك، يقعد انستجرام. يضحك ويهزر، ما يحبش ينام يعني. كان دايما دي كانت نقطه الخلاف دايما في السكن، مش هو بس، كان ناس كتيره موجوده في السكن، كان يعني كان في اجيال اكبر مننا. بعد ما اتخرجت ما اشتغلتش اي حاجه ليها علاقه بالاعلام جنب ولا اشتغل، مش هنافس. سمعت انك كنت هتعمل مسلسل او حاجه؟ لا خالص. واحنا بنلعب في الزمالك، مش المسلسل، قالوا لنا هتعملوا حاجات يعني مسلسل خاص بالكوره. فا اوكي تمام، قلت دوكيومنتري او حاجه، قلت هتبقى حاجه يعني تمام زي الفل. اوكي يا جماعه، كان تبع قناه يعني جهه، اول اسم عادي ART. فبعد كده قفلت الحمد لله. رحنا اوكي تمام، وفي بقى ممثلين وبتاع ومش عارف ايه، لقيت ناس عماله يعني عملنا شعرنا ابيض يا جماعه. هو هنعمل ايه؟ قال لك احنا هنمثل وممثلين موجودين، ممثلين اللي هم ممثلين حواليك. راح جاي واخد نفسي وماشي، ده في فلوس، خد الفلوس، انا مش همثل، ماليش علاقه في الموضوع ده خالص. كان دور ساعتها كان في فلوس فلوس يعني. كويسه جدا، فلوس كويسه جدا. وكنت انا يعني دايما كانت لعيبه الاهلي والزمالك بتاخد فلوس كويسه طبعا. ما كار ده مش كار. انا كانت القصه اللي كانت بالنسبه لي بعملها كويس، كنت بصور يعني سيشنز لبراندز او لبراند. براند ده كان صور بره مصر، صور وبتاع وكده، والدنيا تمام وزي الفل، عادي يعني لبس فلوس كويسه، باخد لبس كويس وتصور بلبس يعني زي كده. لا باخد لبس كويس. الراجل الراجل كان مسؤول القصه دي، كان يعني واتحط وبره مصر مش في مصر كمان. يعني ممكن ابقى اجيب لك صور دي موجوده بره، مش على اني لعيب كوره خالص، نحطها لكم على مش انا لعيب كوره خالص. مش انا لا، ان انا يعني موديل شكله حلو، وشه حلو زي الفل وتمام، واخذه يا جماعه. بس بعد شويه رحنا في ايطاليا، قال لك هتصور يعني بوكسرز وحاجات كده يعني. قلت لهم لا والله هتعمل، قلت لهم لا انا ماليش انا في القصه دي خالص. الغي رحلتي. انا كنت بقى صورت بقى مش بالبتاع، لا صورت بلبس عادي. هم انا بصور واللبس مفتوح وكده، فقالوا لي لا انت كده هتصور كده. قلت لهم لا طبعا صور كده ازاي يعني، فعايز اخد الصور اللي انا صورتها، يعني صورت صور ما كنتش اعرف صور عاديه بس اللبس مفتوح وبتاع، فانت عايزها. فالراجل شاف ان اللبس مفتوح قال لي هتصور الموديل ده وفلوسه اكتر، وقلت له لا انا مش هقدر اعمل كده. خدت الصور ورحت على مصر من غير ما حد يعرف. من ناشئين للفريق الاول كسرت الدنيا، بعد كده فجاه حسينا ان في حاجه، الكيرف بينزل، مش ماشيه معاك، حظك وحش، مع انك في وقت محبوب جدا في نادي الزمالك، لعبت ماتشات كويسه، كاس مصر خدتوه من MP في فتره وهي كانت مش عايز اقول الاسوأ ولكن اكثر ظلاما في فتره نادي الزمالك. الجيل ده كان في مشكله معاه بينه وبين الجمهور، ايه اللي حصل؟ طيب الاول خلينا يعني في نقطه مهمه جدا، في لعيبه كتير جدا في الكوره بيروحوا انديه وما يلعبوش ويبقى اسمه بياخد بطولات في المكان يعني. فاذا البطولات في الانديه الكبيره بتساعد على خلق جو للعيب، يساعده ان يبقى دايما طول الوقت في كيمياء بينه وبين الجمهور بشكل كبير. طبعا الفتره دي فتره على المستوى الاداري، وانا دايما كنت بتكلم دايما ان في ظلم كبير جدا لانديه كتيره جدا على مستوى المنافسات. يعني ان انت كلاعب تعيش الفتره دي بكامل جوانبها، صراع على مستوى الاداره بشكل قوي جدا، مفيش ماديات في النادي، الصراع على الاطار الفني في النادي قوي جدا، يعني الاسماء الكبيره في النادي بينهم وبين بعض صراع، بس مش صراع زي اليومين دول اللي بنشوفها، اللي لا هو مفيش صراع دلوقتي لا يعني صراع جوه الملعب، اثنين سترايكرز رقم 9 بيدبوا في بعض جوه الملعب. يا باشا دلوقتي الجمهور بياكل اي حد، يعني الجمهور دلوقتي بيتعامل مع اي حاجه. زمان الجمهور ما كانش بياكل غير اللعيبه بس دلوقتي طبعا انت دلوقتي ممكن ما تاخدش، ممكن في اوقات بتبقى الدنيا مش احسن حاجه، يعني مثلا الفتره دي كان جوميز لما يبقى ماشي كويس يقول لك عامل من الفسيخ شربات، ولما ماشي وحش يقول لك اصل ما عندوش سكواد. صح في الفتره اللي احنا موجودين فيها الجمهور ما فهمش، يعني ما يسالش عن حاجه، هو اللعيب. وخد بالك في الفتره دي بقى كابتن حازم امام يبطل، حليم علي يبطل، بص الاسماء هو توب يعني البيك. أيوة. توب ليفل في الزمالك. أيوة. شيكابالا بتشتم،
كل الناس، لان خد بالك الفتره دي اللي هو دلوقتي بيتقال على ان شيكابالا انك كنت بتتخانق مع جمهور، هي دي الفتره كانت فتره صعبه على الكل. بس ايه اللي فاهم الموضوع كداخل، لا ما الامور مش عليا انا بس، كانت على كل الناس. انا بقى كان المشكله بتاعتي ان انا جيت ضيعت جون مهم في ماتش مهم. الانفراد بتاع الاهلي. الانفراد بتاع الاهلي ده ايه اللي حصل؟ ويا ريتني وقعت. يعني يا ريتك وقعت، كان هيصفر، كان هيحسبها. انا الكره دي مش فاكر اجوجو او جمال استلم الكره في نص الملعب. الكره كانت ناحيه الشمال وانا بلعب، خد بالك بقى انا بقول لك بلعب سيرد باك او ليبرو، بقيت بلعب 6، بقيت بلعب تحت رؤوس الحربه اللي هي 10 او شادو اللي هو يعني 8 لفوق. طب وايه ايه ده في ايه؟ هو يعني دلوقتي حسام عبد المجيد معلش في ماتش حسام يلعب 6 جنب دونجا، بعدها يطلع قدام مكان كابتن عبد الله، ولو قالوا لي العب باك رايت كنت هلعب عادي، ما عنديش مشكله يعني عادي. انت يعني انا اقصد. فالمهم الكره يعني كانت عند الباك رايت، دخلت في قلب الملعب، كانت احمد مجدي بصاها لاجوجو، دخل. انا عارف ان هو لما يلف اللعب هيبقى مفتوح، فقطعت في ظهر الديفنس فاتحطت لي، ما اعرفش العب بشمالي خالص. لو جت على يميني جون، ما اعرفش العب بشمالي خالص. بص الحظ يعني. بعدين بشمالك دي وانت ثيرد باك هتطلع، مش عايز تحط. تمام. فمين اللي واقف جون؟ امير عبد الحميد. فقلت هزق واحط، بس برضو انا ما بعرفش العب بشمالي كويس. فقلت لما زقيت هو خبطني فوقعت، فانا واقع شايف الكره قدامي يعني خلاص قمت جول، هقوم احط الكره بس. يا ريتني ما قمت. قمت على الدكه بقى. قمت واللي حصل فتره صعبه. بس الفتره دي انا لو في الجمهور مش هتقبل الفتره. انا بالنهايه انا كجمهور بشجع فرقه والفرقه الدكه كسرت طبعا. بس الفتره دي طبعا الفتره دي احنا كنا يعني كان الجمهور متداخل قوي يعني مع احترامي، يعني انت في النهايه هتشجع، مش عاجبك الموضوع قاطع. لا الامور واصله لاصعب من كده بقى. يعني كان الجمهور بيجي يتخانق ويضرب لعيبه مشاكل كتيره جدا جدا، اجواء صعبه جدا. ماتشات اللي قدام ما كناش نعرف نلعبها تحت الملعب. كنا مثلا في 25 30 الف في ملعب حلمي زموره ده مقفول، وينزل لك الملعب ويحصل مع اللعيبه. ايوه يعني انت بتتمرن قصاد ده بقى مفيش فلوس خالص، تخش جنيه. معنى كلمه مفيش جنيه مش اللي هو مثلا بتاخد فلوس، لا مفيش فلوس خالص. وحاجات بقى على مستوى الحاجات القصه دي مشاكل كتيره جدا بقى. لعيبه بتيجي النادي مثلا ما تقدرش تنافس بيها. يعني مش مثلا نادي الزمالك كان مثلا يمتلك مثلا كم من اللعيبه بتاعت منتخب مصر، لا في الوقت ده الاهلي كان مين بقى؟ منتخب مصر كله طبعا، كله اللي هو فتره 2006 2007 مثلا منتخب مصر كاملا. وكل فرقه كبيره، يعني فرقه بتروجيت في الوقت ده كانت جامده جدا، فرقه انبي كانت جامده جدا، حرس الحدود جامده، فرق كانت جامده جدا، مقاولين كانت كويسه طبعا. فانت لو مش قادر تقف هتاخد على دماغك، تاخد على دماغك يعني. في الوقت ده كل او اللعيبه او معظم اللعيبه اللي الزمالك جابها ومشيت ما لعبتش في حته، خلاص اللي بيمشي بيبطل، ما لعبش في حته. يعني هيلعب فين؟ لا انا بتكلم على مستوى الاسماء اللي كان الزمالك بيجيبها. فهمت قصدك. يعني اقصد مش ما كانش بيجي لعيبه كبيره اللي هو يقدر ينافس بيها. يعني فاهم قصدي؟ بس كنت بتهرب من الماتشات انت وشيكابالا، ماتشات المنتخب عشان تشوفوا ماتشات الزمالك؟ واحنا صغيرين. ايه الموضوع ده؟ كنا في المنتخب 86 مع كابتن خالد جد الله. فاحنا قاعدين في فندق المنتخبات في استقرار. فالتمرين الساعه 2 الظهر مثلا او الساعه 1 الظهر، والماتش الساعه 2 ونص مثلا. هو في الملعب الفرعي. طب احنا هنتفرج على النادي ولا هنروح نلعب نتمرن مع المنتخب؟ هنتفرج على النادي اكيد. تمشوا نمشي، ده مش صح. بس قولش لحد كنا فين، مش موجودين. بس طبعا ده قفشت، ما هو مش موجود في التمرين. انت هتخش تمرين كمان؟ رحش تمرين، ناس في التمرين، تمرين الصبح مثلا. الناس في التمرين واحنا في الماتش اتفرجوا على الفرق. في الماتش. او مثلا النادي مثلا عنده ماتش الساعه 7 بالليل وانت موجود في عشاء مثلا. مش في العشاء في الماتش. ما هو الماتش احنا كنا قاعدين في فندق المنتخبات ده في استاد القاهره، وفي استاد القاهره ده الماتشات في الاستاد. فاحنا بنطلع من مشي. ما انت كان في حاجه اسمها السياج الامني زمان لو انت تفتكر، كان الناس بتقف بالخيول كده عشان خاطر الجمهور ما ينفعش يدخل. احنا جوه، انتوا جوه اوريدي خلاص. انت طلعت خلاص دخلت مش حد يمنعك يعني. يا راجل يا بركه تبيع ساعه عشان تحضر. ما كانش معانا فلوس. بعت الساعه بتاعت ما كانش معانا فلوس. حاج ايوه الله يرحمه يعني. الله يرحمه. ايه اللي حصل؟ وصلنا تخيلها. بص الفتره دي كان شيكابالا بياخد او بناخد فلوس من كابتن نبيل نصير. كنا صغيرين وباوقات ما فيش مرتب بتاع فناخد فلوس
فبنقعد مثلا 5 او 6 ايام بالفلوس اللي موجوده معانا دي، ان احنا نبقى عاملين حسابنا لا شيكابالا ياكل يشرب عادي، فالفلوس لما تخلص نبقى نجيب تاني. ماشي، معنا الفلوس خلصت واحنا راجعين وصلنا يعني. والاثنين في التوهان يعني، شيكابالا وكريم السن في التوهان والله يعني مش في دماغهم حاجه خالص. فاحنا وصلنا محطه مصر، يلا نركب مفيش فلوس. ايوه هنروح ازاي؟ طب نوصل ونهرب؟ انا مش ههرب، لا. طب نجري من الميكروباص؟ طب نجري من مفيش، ما احنا هنركب الكمساري في الاتوبيس بيجي يقطع لك التيكت، فيجي تقوم نازل نص هنعمل ايه؟ مفيش حاجه. طب في القطر ممكن تهرب، أيوة. لكن هتهرب ازاي؟ بس الساعه دي بيع الساعه. بجد؟ والله كانت فكرتك؟ يعني يعني حد قال لك شيكابالا قال لي بيع الساعه، نبيع الساعه. رحت في المحطه بقول للراجل الساعه دي ايه؟ فقال لي بجنيه. يا جدع انت بجنيه ازاي؟ انت هتهزر؟ طب اديني رقم تليفونك، هاخد منك الجنيه وخد الساعه معاك وابقى اخدها منك. بس اداني رقم تليفون مضروب، خد الساعه بجنيه. خد الساعه بجنيه. وبعنا الساعه، كنا احنا الثلاثه ب 75 قرش تقريبا، واحد كان بربع جنيه. يعني تبقى الساعه عشان تركبوا مواصله تروحوا بيها للنادي. بس وبعد كده بقى نتصرف هنا. هو يتصرف؟ لا، هو ممكن شيكابالا يقلب النادي كله. هات فلوس انت وهو، عشان زمايلنا بتاع واحنا صغيرين يعني. وعادي كانت العيال كانت جدعان جدا مع بعض جدا يعني. شيكا حاله مختلفه، شيكا كاريزما. يعني انت بتحكي حاجات احنا كجمهور او انا كمين انا اعرف شيكا من حوالي 10 سنين، ولكن شيكابالا هو صغير يبان اصله ومعدنه اكتر من دلوقتي. هو بص زي ما قلت لك يعني، لما الناس بتتكلم على فكره ان هو بيبقى متعصب، هو ما اتغيرش في حاجه يعني. هو عصبي جدا، بينفعل لحاجات لها علاقه بشخصيته. الدنيا ما بتبقاش كويسه في النادي، بتاثر هو بالحته يعني. بيكون عنده ضغط بيبان بسرعه، ما بيقدرش يستحمل. شيكابالا في التمرين ومعاكوا كان حاجه تانية غير الماتشات. بص احنا بعد الكونفدراليه كنت انا موجود مع ميتشو. كان الزمالك خد الكونفدراليه، وكان احنا خدنا كاس مصر لو تفتكر من بيراميدز. قعد كان بيعيط، هو بيتاثر جدا. فاكر انت الماتش ده؟ فاكره طبعا. كنت بتكلم معاه بقول له يعني اتاثر ليه؟ خد بالك ناس كتير جدا بتتكلم عن قصه شيكابالا واسطوره وكده. شيكابالا واخد 18 بطوله. المفروض الاساطير ياخدوا كام بطوله يعني في الظروف اللي فيها الزمالك ده عشان خاطر يبقى اسطوره. ففكره ان هو يعني هو انا دايما ماليش في الناس الفيك قوي يعني. هو من وانا صغير يعني ماليش في البني ادمين الفيك، ما بعرفش فيهم حتى لو ده ضد اي بيبان حاجه. عليهم بالنسبه لك، انت بتقراهم على طول؟ مش بقراهم، ماليش فيهم، ما بعرفش اتعامل معاهم يعني. عيش عيشه اهلك، فاهم؟ ماليش فيه. هو حقيقي يعني. هو شيكابالا يعني ناس كتير جدا بتتهم ان هو بينزل ويشجع. هو ولو يطول يطلع فوق هيطلع عادي، ما عندوش مشكله. كان اقرب حد ليك؟ ما عندوش مشكله في القصه دي. انا بتكلم واحنا صغيرين. لما كان اقرب حد ليك؟ مين كان اقرب حد ليك هو وانتوا صغيرين؟ جدا جدا. وانا على طول الوقت بحترم مسيرته كلاعب يعني. في ناس كتير جدا بتتكلم على موضوع ان هو كان ممكن يوصل لحته بقى. ما هو انت ما تعرفش الظروف اللي هو مر بيها خالص. ما تعرفش احنا دلوقتي نقدر نبقى واقفين فين ونقدر نفكر بشكل كويس وناخد خطوات. الظروف اللي احنا عشناها واحنا صغيرين لا. موضوع الاحتراف وان احنا ناخد خطوات ناحيه الاحتراف ما تربناش على ده يعني. انك هتعمل ايه تتعامل ازاي ده اللي نفسي فيه بقى في الاجيال اللي جايه. متارجت تلعب في الزمالك وعايز تلعب في الزمالك فهتموت نفسك. انت لو انت ربيت الاجيال اللي جايه على كده هيبقى الموضوع سهل جدا. ايه اللي الناس ما تعرفوش عن شيكابالا؟ لا الناس تعرف عنه كل حاجه دلوقتي يعني. هو زي ما قلت لك هو بني ادم يعني. مش على مستوى الكوره الناس تعرف عنه كل حاجه، على مستوى حياته الناس تعرف عنه كل حاجه. لكن هو انسان كويس جدا يعني كبني ادم. بني ادم كويس يعني. جاوبني بصراحه. طبعا. مشيت من الزمالك في البدايه يعني، بس كان ايه سبب او مين السبب؟ خليني اصيغ السؤال، مين السبب انك تمشي من الزمالك؟ لا الفتره يعني. الفتره الشخص لا خالص. الفتره والظروف اللي انا يعني مريت بيها او مرينا بيها. انت قعدت مع الزمالك 6 سنين والظروف مش مساعده على يعني على اي حاجه خالص. وقعدت مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله ربنا يوفقه في المنتخب يعني فتره 6 شهور مثلا. ما لعبتش غير 3 ماتشات. العلاقه كويسه بيه؟ علاقه يعني علاقتي بيه كويسه. وانا لعيب كان متخيل ان انا زعلان منه يعني لما مشيت.
وخد بالك هو يمكن هو ده كان سؤالي، بس ما رضيتش اكون سؤال صعباني. لما انا يعني كنت قريب لما انا كنت قريب يعني لما كنت وانا لعيب في وقتها يعني، ولما جيت عملت مع بعض هو كان متخيل ان انا هبقى شايل منه جدا وكده يعني خالص. يعني انا عايز اقول لك لما رحت المقصه، ويمكن ده موقف ناس كتير ما تعرفوش يعني، بعد كابتن وليد بدر، هو كنت انا موجود في تليفونات بني سويف الفتره بتاعت الثوره بالظبط، سنه الثوره، وهو كان موجود في المقصه. قال له انده لي عبد الرؤوف وسالني السؤال ده كده صراحه. قال لك انت زعلان مني؟ قال لي انت زعلان مني؟ قلت له خالص والله، خالص مش زعلان منك خالص. الزمالك، المقصه، تليفونات بني سويف، دجله، الداخليه، المنصوره، محطات كتير لعبت فيها بعد الزمالك. ما فيش لا محطه المنصوره 3 شهور خالص، كابتن عبد الرحيم محمد كنت تعتبرش. بطلت خالص يعني. ايه اكتر مكان ارتحت فيه بعد الزمالك؟ حسيت انه لا انت ممكن تدي المقصه ودجله. حتى السنه بتاعت التليفونات كانت سنه مع كابتن طلعت يوسف، سنه خد بالك السنه دي كنا احنا مجموعتين، كنا احنا الثاني بعد الاهلي، كنا احنا في مجموعه الاهلي، كنا احنا الثاني. والسنه بتاعت المقصه دي انا رحت فيها منتخب مصر تجمعات يعني. والفتره بتاعت دجله دي الفتره بالنسبه لي السنه الاولى كانت فتره هايله، والسنه الثانيه فتره الاصابه بقى، انا جالي اصابه. حظك كان وحش فيها؟ هو التشخيص يعني بتاع التعامل الدكتور معاها والتشخيص طبعا كان يفرق معاك طبعا. بس الفتره دي فتره كانت عامله لي شرخ جامد جدا في صدري يعني، كنت متاثر جدا نفسيا جدا 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 يعني. من اكتر المرات اللي انا دايما لما كنت بقعد مع نفسي، انا بالنسبه لي الدنيا يعني انا عارف ليه حياتي بيبقى فيها دايما اوقات صعبه. انا راضي جدا الحمد لله بحياتي، وحياتي الحمد لله تمام يعني. لكن الفتره دي لما كنت بقعد افتكرها كنت بقى متاثر بيها جدا. الناس بتشوف الحاله بتاعت لعيب الكوره هو شهره وفلوس، اي حته في الشارع يتصوروا معاه ومعاه فلوس يعمل اللي هو عايزه، يشتري فيلا، يشتري شاليه. في حرب نفسيه تانية ممكن تقضي على عيله او على حياه اب او على حياه لاعب كوره. دي حاجه كبيره جدا، لازم حتى الناس تتعلمها وتفهمها. يعني عايز اقول لك هو في كل الاحوال ربنا ما بيعملش حاجه غلط يعني او صح. حاجه، لكن بص الدنيا كده كده بتمشي. يعني الدنيا كده كده بتمشي. ودايما وانت في الفريم بتاع الصوره وانت متعلق كده، كل الناس بتبص عليك، او وانت في الحته دي بيبقى دايما طول الوقت حواليك لما الكدابه يعني، او الناس اللي هي بتبقى طول الوقت مترجطاك في الوقت ده. انا كشخصيتي يعني قصه الشهره واللعب والكره دي ما فرقش معايا في حاجه في حياتي يعني خالص. يعني انا دايما طول الوقت مقتنع ان الحياه بسيطه جدا سهله جدا، معاملتي مع الناس والبشر اللي عارفني عارف النقطه دي ما بتفرقش معايا في حاجه خالص. دايما طول الوقت، لكن تاثري دايما ان انا بسيب حاجه انا بحبها في وقت انا عايش ليها. يعني انا عايش للكوره بس، يعني انا عايش باكل وبشرب كنت عشان الكوره مش عشان خاطر حاجه تانية. انا ما نزلتش الشارع الا في الثوره، يعني ما فيش الشارع او طريق الشارع الا في الثوره. كنت بس عايش الكوره وان انا والفترات اللي انا بقول لك وانا في الكوره دي لما بدات اتعلم موضوع التدريب، لو رجع بيا الكوره هبقى عارف انا بعمل ايه. لا ما كنتش بعرف يعني ما كنتش ببقى عارف هعمل ايه في الكوره. مش حد مثلا بيعلمك حاجات معينه لا خالص. فرقت معاك. دي النقطه الثانيه، موضوع ان لعيب الكوره دايما بره الاسره، الموضوع ده صعب جدا. بره الاسره طبعا، موضوع ان مفيش اب وام انت بتتربى في وسطهم وبتتربى في مجتمع ما تعرفش هو رايح بيك لفين. البيت على السكن، من السكن ماتشات معسكرات، خلاص طبعا حياتك بتتمحور طبعا. عشان ناس كتيره بتسال ليه لعيبه الكوره بيبقى عندهم سلوكيات مش احسن حاجه في اوقات، لان اوقات كتيره جدا هم خليني اقولها، ما كانش في وقت حد يربيه يعني، من البلدي احنا بنقولها كده. مش حد يربيه، ما حدش يقول له ايه الصح وايه الغلط في الوقت اللي هو المفروض يعمل ده. يعني فاهم قصدي؟ يعني انت قدامك 500,000 مثال ليه فلان بيعمل، هو ما بيفهمش كده. فلو اتعلم صح وبدأ يتعود ان هو يقرأ صح، يتعود ان هو يقرأ، مش ان هو يبقى طول الوقت عمال يتفرج على السوشيال ميديا ويقرأ ايه الصح وايه الغلط. ويبقى في ناس في حياته بيتعلموا ده على مستوى الكورة وعلى مستوى بره الكورة، هيطلع لك بني آدم مفيد لده. ان في ناس كتيرة جدا دلوقتي تقعد قدام يعني بتطلع يعني امثله يعني صعبه جدا جدا. يعني هل ده مش عايز تقول اسماء طبعا. طبعا هل ده المثال اللي هو المفروض يبقى ان في ناس صغيره انها تكون بتتعلم منه ازاي يعني ايه يعني ايه الشخصيات اللي بتطلع على مستوى التلفزيونات وعلى مستوى البتاع يبقى قدوه يعني ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني نعم يعني انت مهما توصل لمرحله من المراحل انت تبقى مثلا متضايق من ابو تريكه مثلا على انه بيمثل في الكوره، او ان هو مثلا مش عارف، لكن عمره ما يسيء مثلا. عمرك ما تطلع مثلا لحازم امام في فتره من الفترات ان هو كبني ادم مثلا ان هو ممكن مثلا يتريق على واحد او يتريق على نادي او يقل من النادي. او احنا بنشوف الامثله ده
التعليم بقى، تعليم وتربيه والحاجات اللي انا بقول لك عليها يعني. رحت من بعد ما بطلت كوره للتدريب، ويمكن خليني يعني كابتن عصام عبده، بدايه مع كابتن عصام، شفت انا مذاكر ازاي؟ البدايه مع كابتن عصام عبده، بدايه مسيرتك في التدريب. انا لما بطلت اتجهت لشغلي والدراسه، يعني كان عندي شغل خاص والدراسه، وبدات ادرس في التدريب وما بتكلمش مع حد خالص يعني ف بدات يعني اشتغل على القصه دي يعني بشكل قوي، لحد لما في يوم من الايام انا كنت موجود مع ايمن شركاء يعني في الشغل، فعايزين ناخد اكاديميه يعني. فرحت المستشار مرتضى قلت له عايزين ناخد الاكاديميه. الراجل ده ليه موقف في حته موضوع التدريب انا لا اعرفه ولا له علاقه بيه يعني. مين؟ مرتضى منصور. هو السبب بعد ربنا ان انا ابدا في القصه بتاعت التدريب. قال لي احمد هو انت فين يعني؟ قلت له انا في الدنيا يعني مش موجود فيها. ماكوش علاقه ببعض يعني، هو عارفك كلاعب وانت عارفه كمستشار مفيش مرتضى اي يعني. علاقه ما بينه وما بينه كشخص خالص، مفيش يعني، ولا حتى اعرفه ولا بتاع. فقال لي تعالى اشتغل في النادي يعني. فقلت له ماشي وما سالتش، ما رحتش يعني. فالشار شريف قال لي هو انت ما بتجيش ليه يا احمد؟ قلت ده بيسال الشار، بيسال عليك. قلت بيسال عليا يعني يعني انا سايب ده كله بيسال عليك. قلت عزومه وخلاص يعني، عزم عليك خلاص يعني، فاهم؟ وانا كده يعني عمري ما رحت يعني، ما اروح لو حسيت ان في جديه هتلاقيني موجود. ورحت اشتغلت. فهتشتغل فين؟ عايز ادور على حد اشتغل معاه. فسالت قالوا لي كابتن عصام عبده. فلا ولا اتقابلت انا كابتن عصام عبده ولا لسه ما فيش حاجه. فبسالك كابتن عصام ازيك يا كابتن عصام؟ قلت له انا هبقى معاك انا في صباح الخير انا نيجي معاك هنا. انا هبقى معاك انا. واشتغلت معاه، والراجل نظم لي افكار كتيره برضو من ضمن الشغل، اتعلمت منه حاجات كتيره بعد ربنا. وبدات برضو نفس الدراسه. تاني سنه موجود في الدرجه الاولى فوق مساعد مع ميتشو تقريبا. ميتشو واشتغلت ميتشو كمدرب. عنده افكار كتيره جدا بس عكس بعض والله. يعني مدرب يعني هو اصلا محاضر في الاتحاد الافريقي وعلاقات رهيبه. الفتره الاولانيه دي في الزمالك كان جاي مركز، عارف هو جاي يعمل ايه، عايز ينجح. بعد كده بقى مركز في حاجات تانية ليها علاقه بالعلاقات جوه البلد، فدي خدت منه كتير جدا جدا. يعني كان عايز يستغل وجوده كمدير فني للزمالك. هو بيدخل اي مكان بيزنس. لا هو بيدخل اي مكان، مثلا اشتغل مثلا في ليبيا، بيحب يبقى عنده علاقات جوه البلد طبعا بالسوشيال ميديا هي دي شخصيته بقى. احنا عايزين دي خدت منه كتير جدا. وقلت له كده، قلت له لو فضلت كده هتمشي كجهاز يعني. قلت له كده؟ والله. مع ان هو الكوتش. هو الكوتش. هو كان ساعتها ايمن مشي. ايمن كنت انا وايمن موجود معاه والجهاز الاجنبي اللي موجود معاه. خدنا كاس مصر باداء رهيب. انت كسبت بيراميدز في 3 في النهائي. جيت ماتش الكاس بتاع الاهلي 3-0 بين الشوطين، كارثه يعني. احنا داخلين بين الشوطين خاسرين 3-0. طبعا. وكارثه. ودايما ماتشات الاهلي كمدرب بتديك كريدت كبير جدا طبعا. لو عامل سيزون زي الزفت وجيت الاهلي كسبت اهلي او زمالك. فدي نقطه مهمه جدا يعني. مشي بقى. خد بالك الفتره دي كان اي جهاز بيمشي المدرب المصري بيمشي معاه. عشان كده المدربين المصريين اللي جم بعد كده محظوظين جدا. يعني مثلا كابتن احمد عبد العزيز مع كارتيرون بعد كده. بس طلعت بعد كده. جيل كابتن امير عبد العزيز. خد بالك كابتن امير عبد العزيز وكابتن سامي الشيشيني وكارتيرون جم، احنا مشينا في الاوضه يعني. احنا اتبلغنا ان احنا ماشيين في الاوضه. كنت انا كابتن عصام مرعي. كابتن عصام مرعي عمل يعني كان متضايق جدا في الموقف دي، وكان عادي جدا. اي حد جه اشتغل في نادي الزمالك على مستوى المدربين المصريين هو بيستفاد، لانك بتحتك وبتشتغل على مستوى كبير وليفل عالي من اللعيبه يعني. خد بالك انا اشتغلت ناشئين واشتغلت درجه تانية بالمجموعتين بتاعه القاهره وبحري يعني الشكل القديم، ودرجه تانية بالشكل الجديد محترفين. واشتغلت على المستوى اشتغلت فريق اول. ايوه ما انا بقول لك انا اقصد على كل الاشكال. انا بشوف ان الحاجات دي بقى تفيدني انا كمدرب. بشوف النوعيات المختلفه من اللعيبه وتطويرها بيبقى واصل لحد فين وفي قد ايه. صح. فدي نقط كانت بالنسبه لي مهمه جدا. فكابتن احمد عبد المقصود وكابتن اسامه نبيه جم اشتغلوا وقعدوا فتره طويله. احمد مجدي لما جه مع الاجهزه المختلفه قعد فتره طويله. فدي نقط
مهمه جدا اي مدرب بيجي يشتغل في انت النادي. شايف انك كنت محتاج تكمل المدير الفني الاجنبي يمشي بس انا مكمل في الجهاز؟ مروح على طول. 2003 والفرق اللي مسكتها ولا الشغل في الفريق الاول بالنسبه لك؟ لا هو انا لما جينا مشينا مم. قالوا لي ان انت هتشتغل في نادي الزمالك مشرف لحد لما حد يمشي. قلت لهم انا مش هدخل نادي الزمالك الا مدرب. مش عايز مشرف ولا انا عايز ابقى مدير فني؟ مم. ما هننزل بمرتب، مش هدخل، انا مش هشتغل مشرف خالص. وما دخلتش النادي. مم. جم ال 2003 كان ساعتها قالوا لي طب لو هتشتغل شغل فين؟ ما رضيتش احدد عشان خاطر لو حددت هيمشوا المدرب. يعني لو قلت انا عايز اشتغل في 2003 كان هيمشوا المدرب وقتها، لو عايز اشتغل في 2006 هيمشوا. دي كان هيمشوا. فانا ما كنتش قلت لما ما تحبش انت حاجه ده طبعا. فقلت لهم ان الناس يعني فساعتها كان كابتن سامح اسماعيل ماسك ال 2003 وراح مع كابتن سامي الشيشيني اسوان. ورحت ال 2003. ال 2003 دي اصلا كانوش بياخدوا حاجه في سنين. ماشي بس الفرقه مستقره وعنده عناصر محترمه كفريق. خدت الجمهوريه. خدنا الجمهوريه بعد 12 سنه، ولكن تكوين الفرقه اللي عامله مين؟ سامح اسماعيل. يعني الفرقه نفسها اللي كان موجودين، اللعيبه اللي كانت موجوده في الفرقه وانت بتشتغل بقى على يعني بتكمل الناس تبقى موجوده. وبعد كده جه حسين ياسر، وبعد كده جه ابراهيم صلاح في 2003، وده كان جيل كان لازم الزمالك يحافظ عليه. ميتشو ضحك عليكم وقال لكم عندي كانسر ولا؟ قال كده، مش ضحك علينا، هو قال كده. الموضوع ان هو ضحك او كده واللعيبه اتعاطفت عشان كده. يعني اللعيبه ايه اللي خلاه يعمل ليه؟ ما اعرفش، بس هو قال كده. وقال كده بصفه شخصيه كمان. يعني قال كده قبلها بيوم بالليل، حاول يلمح حاجه زي كده وقالها في البتاع. واللعيبه لما جت تعاطفت حصلت المشكله ما بين الاداره واللعيبه في الفتره دي بس. لكن هو قال كده يعني. كارتيرون جه وعمل فتره كويسه وانت كنت معاه، هوب خلع قبل النهائي. حظنا احنا منيل ب 60 نيله في الحوار اللي تبقى ماشي كويس والبيك والفورمه. وانا اصل جالي مش قادر اسامحه انا، خد بالك كارتيرون خالص من الناس القليله اللي زعلان منهم انت في حياتك. ولا يعني لو جات لي الفرصه اتواصل معاه مش هتواصل معاه والله، مش بهزر، بكلم بجد. انت شايل خالص طبعا جدا. ليه؟ ليه ايه؟ انا كمدرب هاخد بطوله افريقيا بفتره بقى لها قد ايه وانت اصلا كلاعب كنت بتحلم بيها، وكان الزمالك يقدر ياخدها. يعني نهائي القرن ده كان الزمالك يقدر ياخده. كانت فرقه جامده جدا والفرقه كويسه والدنيا مستقره والدنيا تمام، وفرقه مع احترامي لله كان في رجاء ولا وداد ولا الاثنين بعاد جدا. واحنا رايحين لده من فتره وقاعدين جاهزين والدنيا تمام، وعندنا ماتش الانتاج الحربي وكسبانينه والدنيا كويسه. بس انا قبلها باسبوعين مش مرتاح، في حاجه مش مظبوط. يعني في حاجه مش مظبوطه. اهلي وزمالك، اخد بطوله افريقيا من الاهلي، خدها وامشي، وفاضل ايه؟ فاضل شهرين او شهر، وهي مرسومه باين انت هتكسب وهتلاعب الاهلي طبعا. يعني الزمالك كان في وقتها وانت في الفتره دي كنت مكسر يعني الدنيا، كسبان الاهلي 3-1. محمد طارق حامد شيكابالا، فرقه جامده جدا، فرقه جامده وينش ففجاه يا محمود علاء ففجاه انا همشي. احنا رايحين النادي كسبان الانتاج الحربي، كان مصطفى محمد ورايحين النادي. انا فاكر اليوم ده قاعد في الاوضه انا همشي. كابتن امير عبد العزيز قبلها باسبوعين يا رؤوف احنا مش هنلعب النهائي، احنا بقى رسمين. انا وامير عبد العزيز ربنا يديله الصحه يعني، مساعد مع كابتن طارق في المدربين المحترمين يعني. مش هنلعب النهائي. كان ساعتها في اغنيه بيقعد يهزر عليها كده بس هقول لك عليها بعدين. على حته مش هنلعب النهائي دي كان حاسس عمال يقول لي يا رؤوف حاسس ان احنا هنخسر يعني. انا عمال اقول له هنلعب النهائي نحله وهناخد الكاس من وهناخد بطوله افريقيا، وقاعدين ومحضرين للرجاء. انا ممكن اقعد اوريك الدنيا يعني. والرجاء كفرقه بدنيا وحشه جدا، واحنا كنا فرقه الشيب اللي كنا بنلعب بيه وقتها كنا بنلعب لوب، كنا بنلعب ترانزيشن اكتر. الزمالك ما كانش بيشتغل على فكره البيلد اب خالص. فاي مدرب عنده فورم بيجي يشتغل في نادي الزمالك وعنده مجموعه من اللعيبه دي هينجح. فانا ليه كنت بقول لك ان اي حد في نادي الزمالك انت نادي الزمالك هو اللي بيعمل لاي مدرب اسم. انت تعمل لاي حد اسم بس يكون عنده حاجه، يعني يكون عنده حاجه بيقدمها في الملعب. قلت له ايه اول ما قال لك انا ماشي؟ مين؟ كارتيرون. قلت له ده انا قعدت اتحايل عليه مثلا ساعه. تحايل عليه؟ اتحايل عليه. انا كمدرب يعني انا بقول لك وانا لعيب انك تاخد بطوله افريقيا، يعني قعدت له طب البطوله دي نخلصها واعمل كل حاجه ممكن تتخيلها. يعني عايز اقول لك النادي كله كان بيقول له يعني
طب اسالك سؤال وخليك صريح، هل انت مقتنع لا يعني ساعات في كلام لا يعني، قول لي بس وانا انا اقول لك اسالك يعني. سؤال، هل انت مقتنع بفكره انه في انديه بتمشي مديرين فنيين من انديه تانية او يجيبوا لهم عروض بارقام وهميه عشان يسهل المأمورية عليهم؟ يعني كارتيرون مشي فعلا عشان جاله عرض كويس او كان عايز يمشي، اه عشان العرض، ولا زي مش اللي عشان خاطر، بنسمعه انه في انديه؟ مش عشان العرض. بص الاجنبي جاي، ما هو دي النقطه اللي انا بقول لك عليها. الناس تطلع تقول لك ده زملكاوي، ده ما فيش الكلام ده. المدرب الاجنبي جاي بالنسبه له انت فلوس. اي تي ليه ام. الطرف الثاني او ايوه. او النادي لان هو بيدي فلوس اكتر منك، فهو بيعرف يحافظ على لكن موضوع إن الناس بتبقى لا، انا مش مع ده، مش ده حقيقي. من اصعب لحظاتك في الكوره ماتش النهائي افريقيا اللي هو؟ ماتش نهائي خلاص اه، بقى يعني من اصعب لحظاتك. اه طبعا يعني انت بص الجون جاي في الدقيقه كام. وانت باني فرقه حاسس ان مجهود سيزون كامل بيروح يعني ما. هو الراجل مشي. ف اصل انا بص، وانا في التدريب بقيت بقى طول الوقت مركز، يعني اي خطوه بتحصل وما بيحصلش فيها التارجت اللي انا ببقى بتمناه بتاثر. مم. ولما يعني ناخد بالك، لما مثلا بطلع اتكلم ان الموضوع بالنسبه لي عادي وكده، لا ما بقاش بالنسبه لي عادي خالص يعني. غير عكس الكوره تماما، تماما يعني. لان انا في التدريب كل خطوه مستعين بربنا بكل حاجه، بس ببقى بشتغل فيها 150% يعني. هاخد من الحته دي بعد الشباب 2003 وبعد بس بطوله كان في افريقيا الفتره اللي بتاعت راحت كارتيرون دي كان في تفاصيل كتير. تفاصيل معنا. طبعا بص الفتره بتاعت ميتشو انا عشتها. فلما جينا طلعنا تاني، الراجل قال لك حضر تقرير عن الفريق وشوف وجهة نظرك. ودي كان من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها في كارتيرون جدا، ان طول الوقت انت يعني موجود متعايش. شغل طبعا تشتغل تقول رايك طبعا محترم طبعا هو مدرب، ويتحط في الحساب يعني. مدرب كويس. مدرب كويس وبيعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل. بس انت مش قابله خلاص اللي اه انت خلاص، عملته لا ده انا دي قصه، لا انا يغتفر. بتكلم بقى شهاده بقى موضوع الكوره مم. يعني. بتكلم على الكوره، خد بالك انا اتسالت عن المرحلتين كتير جدا. هو انت فير برضو يعني، انت بتقول ككوره انت طبعا جميل ومش عارف ايه كدماغ وقرارات. طبعا. بس الزمالك كان في الفتره دي ينقصه فكره ان الدكه بتاعته لازم يبقى فيها عدد كم من اللعيبه الصغيره اللي هتديله يبصوا لقدام يعني. الموتيفيشن، او يبقى في حافز قوي على مستوى لان الفرق الكبيره بتلعب ماتشات كتير. والزمالك عاش فتره بيلعب 14 لعيب، فده اثرت على الفرقه بشكل كبير جدا جدا يعني. وانت في الفتره دي كنت مؤمن يمكن باحمد عيد، كنت بتتكلم معاه لو احنا كده نقيم اللعيبه بناء على وجهات نظر الجمهور، مفيش هيبقى لعيب موجود في الملعب. فاهم قصدي. حسام عبد المجيد الناس كانت مختلفه معاه. حسام اشرف بقاله 3 سنين ما كانش بيلمس الكوره، راح البلديه انا جاي له ورجع لك. انا اقصد ان انا اقول لك يعني احمد عيد في الاولمبياد كان احسن لعيب. فانا اقصد اللعيب الصغير ما ينفعش تطلع بعد يوم ولا 2 ولا سنه وهو بيلعب، انا اسف يعني، عن الجيل الصناعي جوه، تيجي تقول لك اصل هو مش هينفعني. النادي يعني في انديه بتطلع اللعيبه بالاربع والخمس سنين اعراض، انت تمشي ليه؟ تمشي اسامه فيصل ليه؟ تمشي ماجد هاني ليه؟ تمشي اللعيبه الصغيره ليه؟ مين اللي موجودين هنا اللي انت بتجيبه مع احترامي ليهم يعني هيبقى احسن منهم؟ انت بتجيب لعيبه اعراض وبتدفع فيها كم من الملايين، مع احترامي يعني صح، اقل منهم بكتير جدا جدا. فده انت بتعمله ليه؟ ما بفهموش يعني. بعد 17 سنه بلديه المحله في الممتاز مره تانية، ويمكن دي نقله في حياه او في المشوار كابتن احمد عبد الرؤوف في مسيره التدريب. 17 سنه ده حلم بالنسبه لجماهير بلديه المحله. رحت واشتغلت على بروجكت وكنت مؤمن انك هتقدر تطلع بيهم للمحترفين او للممتاز يعني. بص انا بعد ما خدنا البطوله بتاعت 2003 ناس كتير جدا استغربت ان انا همشي من النادي، وكان عندي مكانين مختلفين عن المكان اللي انا رحت بورتو مساعد مع كابتن اشرف توفيق. وبعد كده رحت مصر السلوم. مصر السلوم كانوا 16، كان ترتيبهم في الجدول الدوري 16. والفتره دي كان الاولمبي فريق قوي والمنصوره وي كده. قعدنا 3 ماتشات وبعد كده كسبنا 6 ماتشات متتاليه. كان كل فرقه باللعيبه كانت هي الاول الدوري فنكسبها، ونكسب مكسب كبير 3-2. فرحنا الخامس، بقينا الخامس. في الفتره دي جالي اماكن كويسه كمدير فني. انا مدير فني. انا رحت مصر السلوم، مدير فني. مصر السلوم ده لعب قصاد الاهلي في كاس مصر، والاهلي كسبنا 1-0 يعني بجون كده يعني كده يعني. فاكر انا احكي لك حاجات في الدوري غريبه جدا. والله والله. فجينا
صعدنا في الدوري المحترفين يعني ولا في في الدوري الممتاز. اه احنا الدوري الممتاز في ماتش حاجات غريبه ايه في البلديه مع البلديه يعني. ماتش الاهلي اللي احنا خسرناه 5 ده احنا عارفين قبلها بيومين ان احنا هنلعب ماتش. يعني ماتش الاهلي اللي احنا خسرناه 5-1 ده احنا عرفنا قبلها بيومين 48 ساعه. يعني مثلا سوري يعني الاهلي دلوقتي طلع صح؟ هم ما حطولوش ماتش صح؟ صح صح؟ صح. احنا لا احنا السنه اللي فاتت حطوا الماتش ده للاهلي كده. يعني رجع حطوا له الماتش طب يلا هتلعب بكره البلديه. عنده مثلا 5-6 ماتشات. مين في اكتر فرقه ملوشه البلديه؟ حط البلديه. انا مش بهزر بتكلم بجد والله. واي حد احنا الكلام ده الناس هتسمعه صح؟ يعني الكلام ده يتقال قدام الناس يعني. ولو انا راجل بقول اي كلام حاسبوني. طبعا. يعني ما ينفعش انا كنادي صغير اروح العب فرقه بحجم قبلها بيومين اعرف. فالماتشات دي انت النهارده دلوقتي انت بتقولي ان الماتشات مؤجله صح؟ خلاص ده الصح. انك دلوقتي خلاص عملت جدول ماشي على البلان بتاعي يعني. لا في الدوري حسب قوه كل نادي. السنه اللي فاتت حسب قوه كل نادي. مسكت البلديه جالك الاوفر او جالك العرض رحت البلديه. كنت شايف انه ريسك؟ مش ريسك ولا حاجه ولا موضوع الريسك والنجاح وعدم النجاح ده تسيبك منه خالص في الكوره. انت بتروح وبتشتغل وبتشوف المقاومات. انا اكتر حاجه بقعد اقرا فيها هو التاريخ. ليه المكان ده ما صعدش وما بيصعدش؟ ونفس دي دماغ انا. وايه اللي انا ممكن اشتغل فيه وانجح فيه وايه اللي انا ممكن. ولو انا شايف ان الامور بتبقى بعيده الامور بتبقى بعيده. فاحنا رحنا للبلديه مش رايح اصرف فلوس. انا رايح بالمقاومات دي. ايه الحاجه اللي هتقدر تميزني في وسط الناس دي او المجموعه اللي انا بشتغل فيها؟ الملعب. عندهم سكن اللعيبه كان في فتره من الفترات عنده مشاكل كنت كنترول عليه. فانا قاعد جواه وبايت جواه. انا عارف الموضوع ده. عايش جواه. انا نايم لهم في السكن ونايم لهم ممر. قاعد مفيش حد يخرج من البتاع. قاعد في السكن عشان خاطر النقطه دي. وكنت مركز ان اكبر كم من اللعيبه الموجوده في السكن تبقى بتلعب لان دي نقطه مهمه جدا. التعامل مع ولكن لما جيت اتعايش في الموضوع القصه الجماهيريه في البلديه مش قوي يعني. مش لا الامور اهدى مش يعني غير قصص الغزل طبعا مثلا. طبعا موضوع مختلف. قصه السوشيال ميديا بس يعني صفحات وكده. لكن القصه الجماهيريه والضغط لا مش بالشكل اللي لكن نادي بمنظومته بادارته لو هو عندهم امكانيات ماديه لا يروحوا لحته بعيده. احنا صارفين في الدوري 2 مليون جنيه. شارين لعيبه ب 2 مليون جنيه. اني اللي هو لما طلعتوا الممتاز ده جبتوا كام لعيب؟ الكلام ده على الهوا انا بقول 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. جبتوا بيهم ايه؟ لعيب؟ جبنا لعيب اسمه محمد اشرف اتباع بعد كده الغزل ب 4 مليون جنيه. طبعا. جبنا يوسف حسن ب 200,000 جنيه. اللاهوني ب 200,000 جنيه. حاجات كده يعني. الناس كانت بتتكلم كتير جدا على قصه انت كم العرض انت جايبه. ما كانش فيه فلوس للشراء ومش بمزاج النادي غصب عن النادي. ليه؟ عشان اروح اشتري لعيب اعاره او اجيب لعيب اعاره بس ب 4 مليون جنيه مثلا. النادي ما عندوش الامكانيات دي وما عندوش القدره دي. واللي بقى موجود بقى صعب جدا انك تقدر تنافس فيه. دلوقتي خد بالك انا السنه الوحيده اللي صعدت فيها ما كانش ولا لعيب موجود في فري في الدوري غير 2. سيد سالم وصابر الرحيل. وصابر الرحيل راح الجونه. دول اللعيبه اللي كانت فري موجوده في مصر. مشيت بمزاجك؟ منين؟ من البلديه. رئيس النادي. صعب بالنسبه لي لو انا في مدير فني جاي ماسك الفرقه وبعد 17 بس سنه خلاص طلعني ممتاز. ده خلاص انا مؤمن بيك يعني. انا بعد 8 ماتشات جالي اماكن كويسه جدا جدا. 3 اماكن كبار يعني. ولكن ما كنتش حابب ابيع المكان على اساس ان احنا مش هبيع المكان يعني. كنت حابب انا دايما ببقى عايز اكمل التجربه يعني. مش فكره فلوس ولا اوفر ولا عرض ولا انت ناجح في حاجه كامله. السن في التدريب يسمح. انت بتتعلم وبتدرس وبتشتغل بشكل يعني على مستوى يعني انا دارس حاجات كتير جدا على مستوى البوزيشن وحاجات كتير جدا على مستوى الاحمال والفتنس وعلى مستوى يعني حاجات اللي هي لها علاقه ب حاجات. كل حاجه لها علاقه على مستوى الكوره. بحاول حتى القصه بتاعت علم النفس بحاول ادرس فيها واشتغل فيها واتعلم السن يسمح عشان في يوم من الايام يقول لك الخبرات. فانا جاهز للقصه دي. فالسن يسمح ان انت تعمل حاجه زي كده. لكن الموضوع انت هتروح فين وهتتحسب عليك ايه ده مع احترام في الكوره مش موجود يعني. مفيش مدرب ما عندوش كارير ما عندوش فيه اخفاقات ولا لعيب. الوقت والخبره اللي بتيجي مع الوقت دي الحاجه الوحيده اللي الفلوس ما بتشتريهاش طبعا يعني. بص في مصر دايما انت بتحكم عليك في يوم بالنجاح وفي نفس اليوم بالفشل. فالموضوع ده انا براه خالص. قول زي ما انت عايز تقول في التدريب يعني. وده اللي عودنا عليه النادي. اللي عاش 6 سنين في نادي الزمالك يعيش في اي حته يعني. اللي يعيش في الظروف ده ترجمه بقى ان انا الفتره دي انت كنت متضايق منها وانا عايشها. لكن بعد ما بطلت اكتر حاجتين فادوني في حياتي الاصابه والفتره بتاعت الزمالك الصعبه.
دول خلوني كبني ادم مش فارق معايا حاجه، يعني مش فارق معايا الناس في حاجه خالص. يعني فكره الناس تقول عليك وما تقولش عليك دي ما بتشغلش دماغي قوي يعني خالص. انا بعمل اللي عليا قدام ربنا بس. قبل ما اخلص الحلقه محتاجه ادردش معاك في كام حاجه، نقط كده سريعه بس ليها علاقه بالزمالك بقى واللي احنا شايفينه اليومين دول. هل كابتن احمد رؤوف مؤمن بفكره انه لما يكون عندك لعيب جامد او مدرب جامد نادي معين بيجيب له اوفر معين عشان يمشيه؟ اظن شفنا كلام كتير اتقال انه كان في لعيب زي ده معين اجيب له عرض من بره حتى لو اساهم في الفلوس. ده موجود، حصل مع باتشيكو، كارتيرون، جوميز؟ تاني بقول لك انت بتجيب ناس، ولا دي لعبه سوشيال ميديا؟ طبعا انت بتجيب ناس بعيده جدا جدا عن بقالهم فترات طويله ما بيشتغلوش، فانت بتجيبهم بتديهم فلوس قليله بيتلمعوا وبيبقى عندهم اسم محترم او اسم كويس، فبيطلع اسم الزمالك اسم بوابه كبيره جدا. يعني النهارده باخد مدرب من الزمالك وهو واخد سوبر واخد افريقيا واخد ف المدرب الكويس اللي عنده زي ما قلت لك موديل من اللعب او عنده شكل من اللعب هيروح. مشان جوميز كان ممكن يهز الفريق هزه جامده ويأثر عليه لو لم يتم التعاقد مع الروسر يعني. مشان جوميز زي ما قلت لك مسؤول عنه الاداره بتاعه نادي الزمالك بشكل واضح وبشكل كامل. انت شايف ان هو مدرب كويس، تحافظ عليه، تقدم له اوفر من بدري زي ما موجود في اللعيبه عشان خاطر ما يتدس عليك. وانت النهارده جاي تجدد معايا وانا اخد بطوله، ما انا طبيعي يعني. العراب جروس شايف عودته ازاي سريعا؟ جه بسرعه، جمهور نادي الزمالك بيحبه، الراجل كان عامل سكواد وشغل حلو في وقت ما كان موجود، لكن هل دلوقتي ينطبق عليه نفس المثل ولا؟ اولا موضوع رجوع جروس انا ضده تماما لاسباب كتيره جدا. اول سبب جروس كان معاه سكواد قوي جدا 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 جدا، فقد الدوري بعد فتره انت كنت فيها فرق كبير جدا في النقط. انا عارف الكلام ده مش هيبقى على هوا الناس يعني، فرق كبير ما بين انا اتمنى نجاحه، مش بقول لك، لكن انا بسجل جاب الكونفدراليه بسجل موقف يعني. الزمالك كان اقوى فريق في الكونفدراليه، ما كانش فيه اقوى من الزمالك في الكونفدراليه. والزمالك لو فضل في الكونفدراليه طول الوقت، هياخدها باي سكواد، باي مدرب، باي حد. لو مدرب مصري ياخد الكونفدراليه واتحاسب على اللي انا بقول لك عليه ده. ففكره ان انت طول الوقت ان الزمالك والمدربين المصريين والنغمه اللي هي طالعه في موضوع ان مش هينفع فيه، انا معاك لفتره او لوقت معين، ولكن ما انت المدرب الاجنبي بتوفر له كل حاجه وبتصبر عليه. يعني انت لو جيت قارنت الفتره ما بين جوميز وكابتن مؤمن سليمان، شوف المعامله الجماهيريه ما بين الكابتن مؤمن وجوميز، وده سكواده كان عامل ازاي وده سكواده كان عامل ازاي. صح. في حين ده وصل دوري ابطال افريقيا يعني ده وصل دوري ابطال افريقيا وخد كاس مصر وكسب اهلي، فاهم؟ لكن هنا لما كان بيبقى كويس كنت انت بتقول له ان هو بيعمل من فسيخ شربات، ولما كان بيبقى الدنيا يقول لك اصل ما هوش سكوايز. المعامله الجماهيريه بتفرق بشكل كبير جدا، السوشيال ميديا كمان طبعا. زيزو كان يستحق افضل لاعب في افريقيا طبعا بلا نقاش، لانك لما تعيش مع اللعيب احمد سيد زيزو عن قرب يعني يستاهل ان هو يكون احسن لاعب في افريقيا. اولا انضباط غير طبيعي. زيزو انا عشت معاه فترات وهو بيعاني من فكره ان هو ازاي يستغل او يبقى بيفنش كويس على الجول، وكان بيتمرن بشكل لوحده. ده عن قرب يعني، بقول لك انا وانا مدرب بشوف ده موضوع ان هو بيشوف نفسه وما بيتضايقش على مستوى ان حد يتكلم معاه كتير على مستوى الاداء. في لعيبه كتيره بتمتعض من النقطه دي ويهرب لما تيجي تناقشه. هو كده انت هتناقشه يعني لما تيجي تكلمه على مستوى الاداء وانت محتاج تعمل ايه وانت بتشتغل ازاي وشو يعني الحاجات دي. فزيزو بيتطور بشكل على مستوى السترينث او قوه او الباور بتاع جسمه بشكل قوي جدا. بيشتغل على مستوى الريكفري بتاعه بشكل كويس جدا. بيشتغل على مستوى يعني ان هو بيعالج اخطائه على مستوى الملعب بشكل قوي جدا. يمكن اخر سؤال، واكيد انت شفت الحاجات دي، حته الابلكيشنز والمراهنات، مش عايز اقول اسماء الابلكيشنز عشان ما نبقاش بنراجع عنها. في لعيبه في المحترفين وفي ب وجيم بيبقوا قاصدين وراهنوا عشان يكسبوا فلوس. هل انت بتواجه ده ازاي وشايف ازاي انه امر لازم ننتهي بص منه؟ هم بيلعبوا لكن ما بيبيعوش ماتشات عشان في يعني موضوع رايح نيفر نو يعني، ما انت ممكن لا انا اقصد ان هو طبعا، بس انا اقصد ما فيش حاجات حط 1000 اكسب 200,000 ضد الموضوع، انذار عادي ضد يعني. طبعا ضد الموضوع تماما، لكن انا ولازم يبقى في يعني لازم يبقى في وقفه ناحيه الموضوع ده بشكل كبير جدا، لان احنا كده مش هيبقى عندنا حاجه يعني، الدنيا هتبوظ بشكل كبير. لكن انا ضد الموضوع، لكن انا ما لاحظتوش ما شفتوش او ما حسيتش ان في فرق بتكسب بطريقه غير منطقيه يعني.
يمكن انا كان ليا الشرف في وجودك معايا، ويمكن دي تاني حلقه من حلقات من كاست. بس يمكن عايز اسالك، كنت مبسوط النهارده؟ طبعا. سخفنا عليك او حاجه؟ لا خالص والله. بره خالص. اسلام الجوهري روق خالص. عليك أو لا حاجة؟ خالص يعني سمعت انك قعدت ترقصه وبتاع. لا خالص، يعني انا مبسوط ووجودي دي اضافه لي انا، مش اضافه لينا احنا، شرف لينا. ويعني انا اي حاجه محتاجني فيها ان انا شكرا لك كابتن والله، حبيبي. واتمنى لك النجاح. شكرا لك كابتن. يمكن دي كانت حلقتنا مع كابتن احمد عبد الرؤوف، واحد من الزملكاويه. يعني مش انا اللي هقول عليه، يمكن الحلقه هتبين. استنونا في حلقات تانية كتير من مينكاست. اوعوا تروحوا في اي حته، دايما معانا على الشانل. يلا خد مارك، اطلع بره الخط. يلا يا جماعه نبص لبعض. اطلع خالص يا جورج، اطلع خالص. يلا سمايل. 3 2 1 ستيك باك. صورت لبس عادي. هم انا بصور وصل لبس مفهوم وكده، فقالوا لي انت كده هتصور. قلت لهم لا انا هصور كده ازاي؟ عايز اخد الصور اللي انا صورتها. يعني صورت صور ما كنتش تعمل صور عاديه، بس اللبس مفتوح وبتاع. انت عايز فالراجل شاف اللبس مفتوح قال لي هصور